مرات ابويا مرات ابويا. ايه وفاء يا حبيبه قلبي تعالي. انا جعان. حاضر يا قلبي، الاكل على البوتاجاز هيخلص اهوت وهحطهولك على طول. ماشي. عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. مش احنا اتفقنا ان انتي ما تقوليليش يا مرات ابويا تاني؟ حاضر. مش احنا قلنا تقولي لي يا ماما؟ انت عارفه ان بعد موت ماما ربنا يرحمها وانا ما بحبش اقول لحد يا ماما، بس عشانك هحب. ماشي يا حبيبه قلبي، وان شاء الله مره مع مره مع مره، مره ماما مره مرات ابويا، مره ماما مره مرات ابويا، هتتعودي وهتقولي لي يا ماما على طول. وانا اتمنى يا حبيبتي ان تقولي لي يا ماما، لان انا بعتبرك زي بنتي. ماشي يا حبيبه قلبي. 10 دقايق بالظبط وهجيب لك الاكل. ماشي ماشي يا حبيبه قلبي. حاضر. ايوه. ازيك يا وفاء؟ ازيك يا عم؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ما فين مرات ابوك؟ مرات ابويا في المطبخ. في المطبخ؟ بتعمل في المطبخ؟ تعمل الاكل. بتعمل اكل؟ بتعرف تطبخ؟ ريحه الشيا دي طالعه من عندكم من المطبخ؟ طب انا داخل لها. داخل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ايه حرق الاكل؟ انا شامم ريحه الشيا وانا طالع. شياط ايه؟ بص بقى، انا صينيه الفراخ بالبطاطس دي انا عاملاها لامك تحت، هنزلها لها. دي محروقه، انا حاسس ان اخويا كل يوم بياكل الاكل محروق، ربنا يكون في عونه. لا مش محروقه والله، دي حلوه. حلوه؟ مالها زي الفل اهي. هي محروقه اهي. طيب كنت عايز حاجه يعني يا سيلفي ولا ايه؟ كنت عايز. كنت عايز ايه؟ تغسلي الهدوم ديت. حاضر هات. هو ايه اللي انت لابساه دوت؟ هو ايه اللي انا لابساه؟ ماله لبس يعني؟ يعني انت لسه قاعده عروسه جديده قاعده في بيت، تلبسي بقى لبس بيت كويس، مش لابسه عبايه خروج وقاعده بقى في البيت. يعني اقعد بلبس ايه يا سيلفي اللي حضرتك عايزه؟ يعني اقعد بلبس ايه حضرتك؟ المفروض اقعد بلبس ايه يعني؟ هتقعدي بلبس البيت. اللي هو ايه ازاي يعني؟ انا هقول لك اللي هو ازاي. لبس البيت اللي هو بيجامه وانا قاعده في بيت عيله وانت نازل طالع عليا واقعد في لبس وبعدين انت مالك اصلا؟ بدل ما انت قاعده زي الغفير كده. ده المفروض اخوك اللي يتكلم معايا في الكلام ده، انت ما تتدخلش. اخويا؟ انت مالك اصلا بلبسي ولا بشكلي ولا انا عامله ايه ولا مش عامله ايه؟ انت بتتدخل ليه؟ اتدخل؟ ما انت اتدخل طبعا. بتتدخل ليه؟ ربنا يكون في عونه بالمنظر اللي قدامك ده. تصدق ان انت قليل الذوق؟ انا قليل الذوق؟ قليل الذوق. هات كده الهدوم. ماشي، خد اغسلي الهدوم ديت. هو انت بترمي لي الهدوم كده ليه؟ اغسليها وما تزعيش تاني. طب اتفضل اطلع بره، بدل ما اتعامل معاك بطريقه مش هتعجبك. اتفضل اطلع بره. ما تزعيش كده. اتفضل اطلع بره. انت بتزعقلي؟ بزعقلك. انا هعرفك ازاي تزعقي بعد كده. طيب ماشي، شوف انت رايح فين يلا. انا هتكلم مع جوزك. طب يلا شوف انت رايح فين. طب ما تزعقيش. استغفر الله العظيم يا رب، في النهار اللي مش هيعدي. شوف انت رايح فين. الهدوم دي تتغسل وتنزل تحت. استغفر الله العظيم. وانا هعرف اعلمك ازاي تتكلمي باحترام. طيب ماشي اتفضل امشي. مش عارفه ايه قله الذوق اللي فيه دي. شويه يطلع لي، كل شويه يطلع لي بحاجه شكل انا مش عارفه فيه ايه. عايز نقعد بايه في البيت يعني؟ وبعدين انت مالك اصلا؟ اقعد في البيت ان شاء الله بشويه. انت بتتدخل ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايوه. ايه يا حبيب اخوك؟ تعال اتفضل خش. اتفضل يا نيلة. مالك يا ابني؟ في ايه؟ متضايق. متضايق من ايه؟ مالك؟ حد مزعلك؟ مراتك يا عم. مرات انا؟ اه. عملت لك ايه؟ يا عم مرمطه البت يا عم، مشقياها. يا ابني مستحيل يا ابني اللي انت بتقوله ده. مستحيل؟ اما انت عايش في ميه البطيخ بقى. يا ابني بنتي عمرها ما اشتكت لي خالص. هتشتكي لك ازاي وهي ومرات ابوها بتضربها كل يوم وما بتخليهاش تحكي لحد؟ يا ابني انت صحيح اللي انت بتقوله ده بجد؟ ايوه يا عم. طب وانت اكتشفت ده ازاي؟ يعني انا مش سامع يعني يا محمد؟ ده انا قاعد في الشقه اللي تحتك. يا نهار ابيض. كل يوم ضرب ومرمطه وروح السوق وهاتي وهاتي، والبت لو عملت حاجه غلط بتديها فوق دماغها. ايوه انا سمعت حاجات عن دي فعلا من بره. طيب ماشي، انا هتعامل ربنا يستر بقى واحنا بره ايه اللي بيحصل. لا طبعا معاك حق طبعا. انا كده بترد على امك كمان، مراتك بترد على امك باسلوب وحش كمان. تمام. بنتك لما باجي اتكلم معاها ولا على حاجه البنت بتخاف. ماشي. شفت الموصله الرعب واصل لفين؟ لا ما تقلقش. كويس انك قلت لي يا حبيب اخوك. اتصرف انت بقى مع مراتك. لا انا مش هتكلم. لا ما تقلقش خلاص. تمام. ما تضايقش خليها بعد نفسك. كده تحترم امك. ما تضايقش نفسك، انا هصلح الموضوع ده. ماشي يا محمد، انا هنزل بقى راح اقعد على القهوه. طب خلاص ماشي. ماشي، انا طلعت قلت لك الكلمتين دولت عشان ايه؟ تتصرف انت. يا عم ماشي. يلا تسلم. بعد كده يا هدير قاعد تضحك عليا وانا اللي صرفه معاكي.
ايه يا ستان؟ ايه يا محمد في ايه؟ هي دي الامانه اللي انا امنتها لك؟ في ايه يا محمد؟ وانا مش جايبك هنا علشان تعوضيها حنان الام؟ طب ماشي، انا عملت ايه يا محمد طيب؟ بتعذبيها وبتخليها تكنس وتمسح وتطبخ وتروح تجيب حاجات من السوق. بعذب مين بس يا محمد؟ صلي على النبي كده. انا مين طيب؟ ولا انت بتتكلم على مين؟ على وفاء؟ امال اتكلم عن حد غيرها يعني ولا ايه؟ طيب انا ما عملتش كده يا محمد. انت ايه اللي انت طلعت بتقوله؟ بوشين وبتشتغليني؟ بوشين ايه وبتاع ايه؟ انا بتعامل معاه بما يرضي الله. في ايه؟ انا ما عملتش حاجه والله. امال اخويا يعني بيقفلم يعني؟ أخوك؟ مش سامعك كنت بتزعقي لها وبتعذبيها وبتضربيها؟ هو اخوك هو اللي قايل لك يعني ان انا بعذب بنتك وبعملها وحش وبهينها وبضربها؟ وبتزعقي في امي كمان؟ والله العظيم ما حصل مني، والله ما حصل مني. انا من ساعه ما دخلت بيتك وانا هيفبرك، هو بيفبرك صح؟ والله العظيم بتعامل معاه بما يرضي الله. انا والله ما عملت اللي انت بتقوله ده. وانا صدقك ازاي يعني؟ لا يا بابا، ماما ما بتعملش كده. هي عمرها ما زعلتني وبتعاملني كأنها تعالي يا ماما وفاء. بالظبط. طبعا طبعا، ما لازم تكون مخوفاكي عشان بتعذبك. لا والله ما ما خوفتنيش. برمجاكي والله، عشان عارفه لو جيتي قلتي لي هتضربك. لا والله هتضربك وتوريك العين الحمراء صح؟ دي بتعاملني احسن من كده بكتير. طب ما انت شايف البنت قالت لك اهيت، البنت بذات نفسها قالت لك ان انا ما بعملهاش وحش. انت مبرمجاها، انت والله مبرمجاها والله ومخوفاها. والله ابدا. انا بتعامل معاها هي زي بنتي وبعملها بما يرضي الله. ليه يطلع منك كل ده بجد؟ بجد ليه صدمتني فيك؟ ليه؟ والله العظيم صدقني ان انا بتعامل معاها بما يرضي الله. والله العظيم بتعامل معاها بما يرضي الله. صدقني. انا اخويا ما بيكدبش عليا. لا بيكذب يا محمد. لا ما بيكدبش. لا هيكدب بيكذب، ليه؟ هيكدب ليه؟ ايه السبب انه يكدب عليا ويطلع يقول لي حاجه زي دي؟ طب اطلعي يا وفاء يا حبيبتي، انا اتكلم انا وبابا شويه. اطلعي، ما فيش حاجه. هو انت ينفع يعني انت بتزعق كده قدام البنت كده؟ ولا ما هي بنتك جت قالت لك اهي. انا بتعامل معاها بما يرضي الله. حرام عليك بقى. انا ما كنتش اتوقع بجد ان انت تبقي زي الزوجة التانية، بتبقى قاسية زي ما بسمع بره، وبيعذبوا برضو الابناء اللي مش ابنائهم وكده. العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ما توقعتش انك هتبقي كده. يعني انت من في مش وشي انت حاجة. صدقت؟ مش انت صدقت يا محمد؟ اه صدقت. خلاص ماشي يا محمد، كتر خيرك. هستأذنك، انا هعمل لك الاكل عشان انت المفروض تروح شغلك. هستأذنك انا. الموضوع ده مش هياكل معايا. انا لازم، ممكن يكون اخويا فعلا بيضحك عليا. انا هكتشف الموضوع ده. ماشي يا دي، بقول لك بقى ما تعمليش الاكل عشان انا هنزل اروح الشغل. طيب ماشي يا محمد. ماشي. ماشي يا دي، انا بقى كده هعرف مين فيكم صادق ومين كداب، انتي ولا اخويا. ايه يا وفاء يا حبيبتي؟ بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بساعدك يا ماما. لا هاتي بس المقشه دي كده. ليه يا ماما؟ سيبي بس المقشه بساعدك. دي. سيبي المقشه دي كده، اقعدي. احنا مش قلنا ما تعمليش معايا حاجه في البيت؟ احنا مش قلنا تخلي بالك من المذاكره بتاعتك احسن؟ انا بساعدك يا ماما. ماشي يا حبيبه قلبي ماما، ما انا بعمل اهو. انا بعمل. وانا قلت لك ان انا تعبانه من شغل البيت؟ لا. طيب انا بساعدك اهو. واحنا قلنا طول ما انا موجوده هعمل كل حاجه. ما تعمليش انت اي حاجه معايا في البيت. انت خلي بالك من مذاكرتك عشان تدخل الاعدادي. حاضر يا ماما. سنه اولى اعدادي صعبه، تخلي بالك من مذاكرتك وتركزي كده. حاضر يا ماما. ماشي يا حبيبه قلبي. ماشي يا ماما. ماشي. مش عايزاكي بقى تزعلي من اللي بابا قاله واحنا في الاوضه. هو كان بيزعق لي بس وخلاص. هو بكره يعرف الحقيقه وخلاص، لان عمك ده وحش. ليه يا ماما ما قلتيش لبابا على اللي عمله عمه وقعد يزعق لك ويقول لك كلام مش كويس؟ لا يا حبيبتي، انا ما قلتش لبابا علشان ما يحصلش بينه هو واخوه مشاكل وابقى انا السبب بقى. وطبعا ايه مش هيصدقني وطبعا عمك مش محترم بالمره يعني. فمعلش بقى المره دي يا باباكي، ممكن بكره يفهم وبكره. ايه يا دي؟ يا محمد. ايه يا محمد؟ انت مش كنت رايح الشغل؟ في ايه؟ بصراحة انا لما لقيتك بتحلفي كتير، فانا قلت انا ليه مثلا ما شككش في كلام اخويا ولو للحظة. فانا عملت ان انا انزل الشغل واستخبيت ورا التلاجة هناك عشان اشوفك بتعملي يا محمد بنت ازاي. بصراحة اللي حصل بجد انا ما كنتش عايزة احكي لك عليه. انا واخوك شدينا شوية، حصل بينا موقف كده فشدنا مع بعض شوية. فهو عشان الموقف ده راح قال لك كده علشان يوقع بيني وبينك ونعمل مشاكل ونقعد نتخانق. انما انا والله لا بعمل وفاء وحش وبتعامل معاه بما يرضي ربنا. مبدئيا حابب اقول لك انا اسف وحقك عليا ان انا سقط الظن فيكي، بس انت عارفة اخويا فاكيد
صدقته بسبب كده، بس برضه انا اتحط فيها شك لاني بصيت برضه في عينك وحسيت ان انت صادقة برضه. انا كان لازم اشوف ده بعيني. بس انا اخويا عمل ايه؟ انا لقيتك بتقول انه مش محترم بالمرة ومش عارف ايه، وسمعت حاجة شبه كده انه طلع اصلا هنا ودخلك المطبخ ايه. لا مش مهم بقى اللي حصل يا محمد، حصل خير. لا ما انا لازم اعرف. حصل خير والله، لا ما مش فيش اي حصل حاجه، خير ما عشان فيش اجيب اي لك حاجه، حقك. بس انا كنت يعني كل اللي عايزاك معلش، تصدقه ان انا بتعامل مع بنتك كانها بنتي بس، مش اكتر. مش هنتكلم في اي حاجه تانية بقى انت خلاص. فوق راسي والله العظيم وتسلمي. وفعلا يعني ظني ما خابش فيكي، وان فعلا انا جبت انسانة عوضتها فعلا عن حنان الام، وانسانة امينة بجد تقدر تشيل مسؤولية وتشيل بيت وتحافظ عليه. بره عن كل ده انا بعتذر لك تاني مرة، وحك عليا بجد ان صدر مني فعل زي ده. انا كان مجرد بس فعل من اخويا وكان خاطئ فسبب ده. ما تشيليش مني في الموضوع ده، لا والله ما فيش اي حاجه يا وحقك محمد، انا بس انا عايزه هجيبهولك من اقول لك على اخويا. حاجه. بالله عليك ما تصدقش اخوك اي حاجه يقولها تاني، لا لان ما اخوك خلاص، مزعلش مني، مش محترم. وهجيب لك حقك. حقيقي مش محترم. هجيب لك حقك منه عشان يعمل حاجة زي كده. ولازم اعرف منك الموضوع، ممكن تحكي لي عمل ايه عشان اعرف اتكلم؟ اصل ما ده حق فيش يا ليكي، محمد، ده في هو وشي انا. داخل يتكلم باسلوب مش كويس، وقعد يزعق معايا ويتخانق، ومعرفش كان ماله فيه ايه. قعد يقول لي هو ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ فبقول له مش فاهمه يعني ايه اللبس اللي يقول لي انت عروسه جديده المفروض تلبسي لبس بيتي كده. قلت له ما ينفعش طبعا، عشان طبعا انت داخل نازل طالع وانا في بيت عيله، وما ينفعش طبعا هقعد بايه، هقعد ببيجامه مثلا في البيت، هقعد مش ما ينفعش طبعا الكلام ده اللي هو هو ماله بيقوله ده. اصلا انه يكلمك في حاجة شبه كده؟ بالظبط ده اللي انا قلته له، انت مالك؟ والمفروض ما تتدخلش، اخوك المفروض هو اللي يتكلم معايا في موضوع زي ده والكلام ده. انت ما تتدخلش، وانت منين وايه خاصك بلبسي وانت مالك؟ المهم هو ده الموضوع، وشدنا قصاد بعض والكلام ده كله. فقعد يتضرب معايا واتخانق معايا وقال لي ماشي انا هعرفك انت تعلي صوتك عليا ازاي، وبالتالي جه قال لك الموضوع وقع بيني وبينك. اللي انت شفته ده تمام. بس. اعتبر حقك ترد لانه هيجي النهارده. بس بالله عليك ما تعملش مشاكل مع اخوك، بره عن علشان اي انا مش مشاكل. عايزه مشاكل ان تحصل في قلب هو البيت. راح جه طلع نزل اخويا، بس لازم اادبه واعرفه غلطه. وانت بنت اصول بجد انك حافظت على البيت. وفاء بنتي والله العظيم، وهتعامل معاها بمرض الله. ربنا ما يحرمنيش منكم انتوا الاتنين. يا رب. ماشي خلاص، يلا اقوم احط لكم الاكل بقى. ماشي. ماشي. متزعليش مني ان انا زعقت جامد. ماشي يا بابا ولا يهم. حقك عليا انت كمان. ماشي. هجيب لكم هديه بقى بالليل وانا جاي. ماشي يابا.